السلام عليكم اخواتي. اليوم جبت لكم وصفه كريمه الزبده بذوق الفراوله بالفراز، لانه بزاف راهم طلبوها مني. اليوم راح ندير لكم الوصفه هذه. انا هنا نروحوا على بركه الله للمقادير. هنا عندي 2 مغارف كبار تاع سكر ناعم، عندي مغرف غبره شانتيي، وعندي 2 مغارف كبار تاع مارغرين، وبطبيعه الحال عندي عطر هنا لاروم تاع الفراز. هنا من الاحسن تستعملوا هذا اللي عمره في القراعي، هو اللي الطعم تاعو يمد لكم اللون والطعم في نفس الوقت، والطعم تاعو يجي بنين. هنايا غبره شانتي من الاحسن تشريو تاع الميزان. انا استعملت هذه تاع البيدون، انا اخي استعملتها نعتها لكم من قبل. انا نشري البيدون هكا، صدقوني لي يعني صادقه 100%. هاي النوعيه تاعها البيدون هكا فيها 2 كيلو على ما اظن، فيها نورمالمون 2 كيلو، ويعني صدقوني هاي 2 كيلو الوزن الصافي 2 كيلو، بصح صدقوني يعني تطلع لكم روعه. مانيش متاكده بالثمن، على ما اظن 100 الف البيدون، بصح قلت لكم صادقه وناجحه 100%. انا هنايا استعملت قلت لكم مغرف معمره مليح تاع غبره شانتيي، وقلت لكم هنايا الفاني مانيش حنستعمل لانه اصلا راح نعطره بالفراز. هنايا مانيش راح نستعمل، والمارغرين 2 مغارف. هنايا انا درت كميه صغيره ان شاء الله حندير لكم بها بطبيعه الحال نوع من انواع الحلوى صابلي ولا اي نوع يدخل فيها كريمه الزبده. هنا وشوا دائما نقول لكم جربوا اولا كميه قليله، لانه نعرفوا دائما كل واحد وعنده ذوق. كاينه حاجه الانسان تعجبه، كاين انسان يجربها وما تعجبوش. مالا من الاحسن ديروا كميه قليله، جربوا كي تعجبكم وتستقلكم الحاجه زيدوا ضاعفوا الكميه واش بغيتوا. حنا هذه دائما قاعده، دائما نقول لكم اي حاجه سواء حلويات ولا اي نوع من الكريمه ولا اي نوع حاجه، جربوا بالكميه القليله احسن واحسن. يعني دائما المبتدئات قادره تبدا بكميه كبيره، من بعد ما تعرفش تخدمها ومن بعد تخسر لها، وهكا تبان لها انها ما نجحتش وتفشل وما تزيدش تعاود. احسن ديري كميه قليله، حتى وعطتك مقدار تاع 2 مغارف تقدري ديري مغرف مارغرين، مغرف سكر، ونص مغرف تاع غبرة شانتي، وتجربيها كي تستقلك وتعجبك. سواء هنايا بغيتي ديريها بالذوق تاع الفراز ولا اي نوع ذوق اللي بغيتيه، كي تعجبك الحاجه ومن بعد كملي. هذه دائما نصيحه للمبتدئات الاحسن. هنايا اولا نطلع المقادير هذه كامل مع بعضها، وهنا اللي بغات تزكي الكريمه تاعها وتجيها زاكيه بزاف، تبدا كي تخلطها مليح تضيف لها كميه من الزيت كيما راح نطلعوا المايونيز، كاس صغير، وتبقى تخلط وتزيد تخلط وتزيد، تضاعف الكميه. سيرتو اللي عندها فرح ولا كيما نقولوا اي نوع تاع كريمه تضيف لها كميه تاع الزيت، راهي ضاعف لها الكميه تاعها تجي كبيره بزاف. انا نبدا هنا نخلط، ما نديرش عليكم الصوت، نخلط ومن بعد نزيدو نشوفوا كيف نضيفوا العطر. هنا دائما كي تخلطوا دائما تشوفوا الكريمه في الوسط تلقاوها بيض اللون تاعها، بصح على الاطراف تلقاي مازال اللون تاعها مازال صفر. الطريقه هذه مره على مره من الاحسن، مره على مره حبطوا الطريقه هذه ونعاودوا نخلطوا هكا باش الكريمه كامل تندمج وتعطي لون واحد. الطريقه هذه نعاود نزيد نخلطها شويه قلت لكم حتى تبيض لي كامل، ومن بعد نضيف العطر. هنا بالطريقه هذه هنا دوك نضيف القليل من لاروم تاع الفراز. هنا نضيف بالكميه ونشوف. هنا تعطيكم اللون، الرائحه صدقوني تضرب من بعيد. هاد لاروم يعطيكم نكهات روعه، يعني في كل يعني واش بغيتوا انواع، سواء فراز ولا بنان ولا فيها يعني بزاف مشماش خوخ، الاذواق يعني فيها بزاف. هنا تقدروا نتوما تتحكموا في الكل اللي بغيتو. راكم تشوفوا كيف اللون بدا يتبدل. انا نخلط اولا بالطريقه هذه، على ما اظن راهو اللون شويه موش يبان لكم من الضوء، اللون تاعها اصبح وردي. هنايا دوك نزيد نكمل نخلطها مليح ومن بعد نشوفوها في شكلها النهائي. هذه الكريمه اللي تحصلت عليها تشوفوا في اللون تاعها جا وردي. هنا قلت لكم تقدروا حنايا تنكوها باي نكهه بغيتوا، ومازال ان شاء الله نزيدوا نديروا لكم نكهات، عده نكهات ان شاء الله اللي تستفادوا بها، سواء في لي صابلي
يعني تدخل في عده ما كما نقولوا انواع تاع الحلويات. انا هنايا دوك نعمر لابوش ونشكلها باش تشوفوا بلي تقدروا حتى تزينوا بها اي حاجه تاع تقدروا تشكلوها بلا بوش. انا دوك نعمر ندير كيس الحلواني نعمرها ونشوفوا كيفاه نقدروا نشكلوا بها. نعمر ومن بعد دقيقه قلت لكم درت كميات قليله، نتوما تقدروا تضاعفوا. انا هذه الكميه اللي درتها معكم ان شاء الله نخدم لكم بها حلوه نقدروا. هذه كريمه الزبده تاعي. هنا قلت لكم تقدروا تشكلوها عادي بلا بوش، تشكلوها يعني حتى لي طارطولات تقدروا تزينوا كحشو، تقدروا تزينوا بها من فوق. صدقوني الذوق تاعها يجي روعه. انكم كي تجربوا جربوا بلا روم، كي شريو لا روم تاع القراعي هذا باش يعطيكم تكسبوا اللون والرائحه، يعني تعطيكم. ودائما نصيحه كي ديروا غير بالكميه القليله. الذوق تاعها قلت لكم روعه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتعجبكم وتزينوا بها الحلوه تاعكم وتعجب الاخوات اللي طلبوها مني. قلت لكم تاكلوها بالصحه والهنا اولا كحشو للحلوه تاعكم، وانتظروا معايا حلوه بهذه الكريمه.